بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. في البداية بشكر حضراتكم على حسن المتابعة، والنهاردة نبدأ حلقتنا إن شاء الله اللي احنا نبارك للنادي الأهلي على فوزه النهاردة وحظه للثلاث نقط. النهاردة كابتن كولر فاجئنا بتغييرات بسيطة كده في التشكيل ما كانتش متوقعة. بدأ النهاردة بالشناوي حارس مرمى، قدامه محمد عبد المنعم ورامي ربيعة. في اليمين بدأ بخالد عبد الفتاح، وفي الشمال بعلي معلول. خط النص ديانج، قفشه، مروان عطيه. وفي اليمين جناح يمين بدأ بيرسي، وجناح شمال بدأ بأحمد عبد القادر. وفي خط الهجوم راس حربة محمد شريف. الشوط الأول النهارده تحس ما كانش فيه شراسة هجومية من لعيبة النادي الأهلي، رغم التعنيف اللي كولر عنفه لهم قبل المباراة وبعد مباراة فيوتشر. بس للأسف اللعيبة ما بدأتش بحماسية جامدة قوي الشوط الأول. في الشوط الثاني واللي حصل ما بين الشوطين بعد التعنيف كولر للعيبة، وكلام الراجل ده أكد عليه في المؤتمر الصحفي بتاعه وشدد، وكان زعلان جدا على الفرص اللي بتضيع كلها من اللعيبه دي. قفشه بيشوط تطلع بره، احمد عبد القادر يشوط تيجي في العارضه، محمد شريف اللي مش موفق خالص بقاله كام ماتش يشوط كوره تطلع بره، يشوط كوره تيجي في العارضه. فعدم التوفيق موجود وملازم اللعيبه دي، واتمنى باذن الله ان شاء الله التوفيق يحالفهم في المطوشه اللي جايه، بحيث نقدر نحسم الدوري في الماتشين الجايين ان شاء الله. طيب، عندنا لعيبه النهارده ادت اداء كويس جدا. مروان عطيه بسم الله ما شاء الله، ادى اداء عالي جدا جدا جدا، واللعيب ده بصراحه هديه من نادي الاتحاد. يعني ربنا هدانا بيه من نادي الاتحاد، اللي هو يملأ مالي بسم الله ما شاء الله خط النص عندنا، مع ديانج طبعا اللي رجع لمستواه. بيرسي بسم الله ما شاء الله عليه، لعيب فعلا. يعني في بدايته لما جه كان موسيماني جابه ما كانش مأدي ربع الاداء اللي بيأديه دلوقتي هو متفاهم جدا مع مستر كولر، وفي انسجام ما بينه وما بين اللعيبه وما بينه وما بين المدرب، واتمنى اللي هي تدوم ان شاء الله باذن الله. وبيرستاو لعيب سريع، لعيب احرز النهارده الهدف بعقلانيه. يعني خالد عبد الفتاح اداله متقشره بسم الله ما شاء الله عرضيه كده حلوه قوي، والراجل بص حطيتها ببطن رجله حلو قوي كمان. فاتمنى لهم التوفيق. وخالد عبد الفتاح النهارده ادى كويس او الحمد لله، خرج مصاب في اخر الماتش بس اجهاد في العضله، وان شاء الله باذن الله يبقى موجود الماتش الجاي معانا ان شاء الله. احمد عبد القادر ليا تعليق صغير عليه، هو محمد عبد المنعم الاحتفاظ بالكوره والثقه الزياده. اتمنى من اللعيبه دي يباصوا بسرعه جدا، ومعاهم قفشه برضو في نفس الموضوع، يباصوا بسرعه جدا بحيث المطوشه اللي جايه مش مستاهله اي تعادل، مش مستاهله اي جون يضيع. واتمنى حاجه من كابتن كولر اللي هو يمرن اللعيبه بتاعتنا بتاعت خط النص والمهاجمين واللعيبه اللي جايه من تحت على الشوط على المرمى، لان اللعيبه بتاعتنا بيتاح لها فرص كتير قوي اللي هي تشوط، وللاسف ما عندناش حد بيحقق الشوط ده لاجوان، او كرة مثلا تبقى خطيره في الشوطه بتاعتها بسيط قوي الا من رحم ربي. فاتمنى اللي احنا نشوف كويس. اتمنى راس الحربه اللي جاي ده يكون بيشوط برجله حلو قوي من بره ال 18، واتمنى اللعيبه بتاعتنا تتمرن على الموضوع ده. طيب، الفوز النهارده ان شاء الله زي ما احنا قلنا قربنا جدا من حسم دوري السنه دي، وناقص لنا كده 5 نقط ان شاء الله. ربنا يكرمنا في الماتش الجاي بتاع الاتحاد نحصد منهم 3، وماتش الزمالك ربنا يوفقنا فيه ونغلب الزمالك، تبقى الفرحه فرحتين، نكسب الزمالك ونحقق درع الدوري العام. طيب، النهارده في حاجه ما عجبتنيش في المباراه من كابتن باهر المحمدي لعيب كبير جدا. انا كنت اتمنى واحد من الناس اللي هو يجي النادي الاهلي، عقلاني جدا في لعبه، مساك كويس جدا، بيعرف يقطع الكوره، بيعرف يطلع بالكوره، يلعب وينج، بيلعب باك رايت، وبيلعب مساك. كنت اتمنى في سنه من السنين اللي هو يجي. النهارده عمل مشاكل مع الجمهور
وعمل مشاكل مع محمد هاني ودخل في مشادات مع محمد شريف. ما كنتش اتمنى منه اللي انا اشوفه في الحاله دي، او اتمنى منه اللي هو يعمل كده مع اللعيبه بتاعتنا. طيب في عرض قطري جه للعيب عندنا في النادي الاهلي، في لعيب اسمه هو صغير كابتن رأفت خليل، جاله عرض النهارده من قطر بمليون دولار. هل الاهلي استغنى عنه ولا لا؟ دي لسه في علم الغيب، بس اظن اللي هم كانوا عايزين يشتروه والاهلي كان عايز يطلعه اعاره، لان الاهلي بيفكر يطلع رأفت خليل اعاره لزد سنه او يحتفظ بيه. لسه الكلام ده كله تحت تحت طبعا المراجعه من النادي الاهلي، وتحت نشوف كابتن كولر محتاج اللعيب ولا لا. نزل النهارده كريستو، ادى اداء كويس جدا، لعيب سريع، لعيب مهاري، مع الاستمراريه ومع بدايته. يعني لما يبدا شوط يلعب شوط كامل او يبدا الماتش جاي بعد الحسم بتاع الدوري ان شاء الله هنتفرج على لعيب حكايه جدا، سنه صغير سريع بيعرف يمرقص بيعرف يشوط، وان شاء الله باذن الله متوسمين فيه خير باذن الله. اتمنى من حضراتكم تكون الحلقه عجبتكم، واشكركم على حسن المتابعه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.